صباح الورد، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا دكتوره سيلين. بصراحه كل فيديو انا بعمله بحاول تكون المقدمه بتاعت الفيديو شويه اكسايتد، يعني شويه غريبه حتى عن محتوى الفيديو نفسه. الا الفيديو ده بصراحه انا توقفت عنده كتير، وبصراحه ما لقيتش غير طريقه واحده جدا عشان تقدروا تتفهموا ايه الكوارث اللي انا هقولها في بقيه الفيديو. اوكي، طبعا الطريقه دي او الكلام اللي انا هقوله ده دلوقتي في ناس كتيره جدا اللي هم مش توكسيك خالص 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 خالص، يعني هيستغلوه بطريقه غلط، وانا عارفه الكلام ده كويس، ولذلك انا بحاول ان انا اوعيكم. انا يا جماعه شخص الماني، انا المانيه، واي حد اتعامل مع الالمان هيعرف كويس جدا ان الانسان الالماني عامل زي الاله، مكنه خلاص كده بيهبد لك المعلومه، بيهبد لك الكلام، لا بيراعي مشاعرك ولا بيراعي الذوق ولا بيعمل رتوش ولا اي حاجه. هو بيجيب لك الحقيقه اهو، خد الحقيقه اهي، ما فيش حاجه ثانيه خالص غيرها، مجرده من كل شيء، هي الحقيقه وليس غير الحقيقه. انا هنتهج في هذا الفيديو نفس الفكره بالظبط، فمعلش استحملوني من الحاجات اللي انا هقولها، حاجات يعني الى حد ما جارحه شويه لبعض الناس، بس غصب عني. اوكي، للولاد وللبنات. اوكي، السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، خلينا تعالوا نشرب قهوه الاول. لماذا يتزوج الرجل ولماذا تتزوج الانثى؟ خلاص، طبعا في هبد كتير جدا على السوشيال ميديا، اللي يقول بقى علشان ياسس اسره، واللي يجيب اولاد، والمنظر الاجتماعي، وحاجات كتيره جدا جدا جدا. الحقيقه انها ملهاش اي علاقه بالحقيقه. اوكي، الكلام اللي بيتقال الهبد ده ملوش اي علاقه بالحقيقه. الراجل بيتجوز لسبب واحد، لا اكتر من كده ولا اقل من كده. الراجل بيتجوز عشان يضمن جنس مستمر، جنس يسعده بشكل مستمر. وقت ما يعني خلاص هو عايز حاجه زي كده، بيلاقي بنت حلوه، امراه جميله موجوده معاه في البيت بشكل قانوني رسمي، وتفر الدوله اللي هو عايش فيها، وبيمارس الجنس بحب وسعاده وكل شيء. 80% من رغبه الراجل في الجواز بسبب الجنس المستمر. اوكي، 20% اي حاجه ثانيه، خلاص عايز يكون، عايز يعمل عيله، عايز يجيب اولاد، المنظر الاجتماعي، اي حاجه ثانيه تخضع لل 20% اللي ممكن اصلا اكشولي في حاجات كتيره جدا ما تكونش موجوده، ويكون الراجل سعيد وساتسفايد وكل حاجه. ودي فعلا اكشولي احنا بنشوفها في ناس، في اسر مثلا ست وراجل عايشين وهم ما خلفوش، ومع ذلك عايشين اسعد عيشه، يعني فرحانين ومبسوطين وبيلفوا العالم وبيعملوا كل حاجه هم نفسهم فيها، مع انهم ما عملوش الشيء اللي انتوا فاكرين ان هم بيتجوزوا عشانه. المنظر الاجتماعي، الاولاد، العيله، الكلام ده كله يا جماعه خاضع ل 20%. الراجل بيتجوز او عايز يستقر عشان يضمن الجنس المستمر، بيدفع فلوس، بيكون بيت، بيقدم هدايا، بيعمل كل حاجه عشان الجنس المستمر. قولا واحدا، الشخص اللي قالك ان الراجل قلبه في معدته، الشخص ده عايز يخرب بيتك، عايزك انت وجوزك تعيشوا حياه غير سعيده. الراجل بيتجوز حضرتك مش عشان الاكل والشرب، الاكل والشرب ده والدته موجوده. اوكي، الاكل والشرب ده كان عند والدته، بياكل وبيشرب وزي الفل. اوكي، لكن هو اتجوز وعمل بيت ودفع فلوس وبيتحمل حاجات كتير عشان 80% من رغباته هي الجنس المستمر بالطريقه اللي هو يحبها. اوكي، يعني برضو نحط كم خط كده تحت الكلمه دي، بالطريقه اللي الراجل يحبها. ايوه، لازم ينبسط الراجل، لازم ينبسط يا زينب، ما تروصي له يا زينب عشان ينبسط. ده الشيء الوحيد اللي هيخلي الراجل ده في اسعد ايامه بيعيشها، هيخلي الراجل ده يخرج بره البيت او حتى بره اوضه النوم، يعني ينطلق يغزو العالم حرفيا، يكون مبسوط وسعيد وراضي وهادئ، ومفيش حد اسعد منه. بيقدر يبدع، بيقدر يخرج اجمل حاجه عنده اذا كان مبسوط في الحاجه اللي انا قلت عليها قولا واحد. طيب بالنسبه للست، اوكي، طبعا الست طبعا بتحب برضه الاستقرار والعيله والاولاد والكلام ده كباتش. اوكي، الست بتحب حاجتين من الاخر. عايزني اكذب عليك؟ انت عايزني اكذب عليك؟ اكذب. لو انت عايزني اكذب عليك، انا اعمل فيديو تاني نكذب على بعض، مفيش مشكله خالص والله. اعمل لكم فيديو كله هبد في هبد، واكرر لكم الحاجات اللي الاهالي قعدت تقولها وفي الاخر ما عاشوش يعني بسعاده. اغلبهم للاسف الشديد ما عاش بسعاده، وكمان هم عايزين كمان يكرروها على الاولاد. اوكي، فانا ممكن اعمل لكم الفيديو ده، بس اكشوال الفيديو ده للحقائق يعني، مش للهبد خالص. طيب الست بتحب ايه؟ هي بتحب حاجتين.
اول حاجه الست بتفصل تماما ما بين الجنس وما بين الحب. هي بتحب الحب والاهتمام، والاهتمام ما بيطلبش بالنسبه هي ما بتطلبوش، هي مستنيه منك. لما تحصل مثلا للست مشكله، مثلا على سبيل المثال يعني اي حاجه مثلا حصلت لها، راجعه معيطه، هي مش سعيد صاحبك، اوكي، هي مش محمدين صاحبك اللي انت بتقعد معاه فهو بقى عايز حل ولازم بقى تطلع وتنجده. الست مش عايزه كده خالص. الست حرفيا عايزه لمسه حنان، عايزه تاخدها في حضنك، عايزه تطبطب عليها، عايزه تقول لها كلام عبيط جدا، كل حاجه هتبقى كويسه، انا معاكي مثلا، تاخدها مثلا بحب كده وحنان. بس تخيل، والله العظيم هتقول بقى حل، انت لازم تعملي كذا كذا كذا، انت لازم مش عارفه، انت كده يبقى انت مع سعيد صاحبك، انت كده مش مع بنت جميله معتزه بانوثتها وطبيعتها وجمالها. هي عايزه الحب. ايه اللي عايزاه بقى تاني؟ الفلوس. اوكي، يعني عايزني برضو اكذب عليك؟ احنا اتفقنا ان انا هعمل فيديو نكذب، مفيش مشكله، ونهبد ونعمل كل حاجه. الست بتحب الفلوس، اوكي، الست بتحب الفلوس. هي يعني ايه، لو انت اديتها فلوس هي هتحبك جدا جدا جدا، دي قولا واحدا. ومش بس على فكره انثى الانسان حرفيا، يعني انتوا لو شفتوا حتى في بعض الحيوانات، في بعض البيردز، في بعض حتى الطيور، الراجل عشان الميل، اوكي، علشان مثلا يعيش مع واحده ست بيحاول يقدم لها اي حاجه، ورقه شجره، يعمل لها بيت، يقدم لها اكل، يقدم لها اي حاجه، عشان هي دي طبيعتنا، هي دي طبيعه الست. هي بتحب الاهتمام والحب، اوكي، اللمسات الجميله، تفتكر عيد ميلادها، حاجات بسيطه. انا برضو مش بقول الموضوع كل يوم اهتمام ومشاء، ده كده اوفر جدا، بس من وقت للتاني لمسه حنان كده، حب، الاكله محروقه بس والله جميله، ويعني اجمل حاجه انا اكلتها في حياتي، مثلا ايه، تفاجئها مثلا ننزل نخرج شويه، يعني حاجات كده بسيطه، تشوفها مثلا زعلانه، عامله مشكله مع اهلها ولا مشكله مثلا مع صاحبتها او كده، تاخدها بس بحب وحنان، ولا تفكر ولا تطلع اي حلول، هي هتعرف تجيب حل بنفسها. بس امتى؟ لما قلبها يكون كله مليان، لما تكون بقى نفس الراجل بالظبط اللي هو المشبع، تكون بقى الست مشبعه تماما حب وحنان، هي هتعرف تتغلب على مشاكلها احسن من اي حل انت هتقوله لها، بس مجرد لمسه حنان او حضن او حاجه جميله. والحاجه الثانيه، تملا الشنطه بتاعتها فلوس او تحول فلوس لحسابها. بس والله يعني انت عارف كده، مثلا لو صحيت الصبح مثلا مع مراتك اللي انت عاملين مشاكل مع بعض قد كده هو، وسبت لها فلوس مثلا في شنطتها، اوكي، وكتبت لها كلمتين حلوين او بعت لها رساله مثلا حلوين، والله اللي هتخليك تقضي اجمل شهر في حياتك. طبعا لو كانت ست طبيعيه وسويه، اوكي، عشان برضو في ناس كرانك، يعني في ناس مريضه، هتخليك تقضي اجمل ايام حياتك، هتخلي بيتك ده جنه، هتخليك تعيش لحظات في حياتك ما تخيلتهاش. دي الحقيقه. اوكي، طيب انا دلوقتي يا جماعه بتوصلني حرفيا مئات الرسائل، ممكن الاف كمان، اوكي، في الوقت الحالي فعلا على كل المنصات بتاعتي بتوصلني مئات الرسائل، وانا بشوف الاختيار الخاطئ اللي من البدايه. طبعا انا ما بقولش مثلا ما تكونش بقى بنت اصول، ما تكونش بقى من نفس المستوى الاجتماعي، او هو نفس الشيء، ما يكونش مثلا ابن ناس، ما يكونش، لا، انا بقول كل الكلام ده مهم، بس انتوا بتنسوا حاجه خطيره جدا في الاول. لازم يا جماعه الراجل ينجذب للست. اي راجل بيتجوز جوازه زي جوازه الصالونات، زي مثلا هو بعد ما اتجوز اكتشف ان هو مع عبده، مثلا مع عبده اللي هو بينزل يشتري مثلا من عنده السجاير على سبيل المثال، الحياه دي منتهيه من قبل ما تبتدي، الحياه دي انتهت من قبل ما تبتدي، وفي اي لحظه هي معرضه للانهيار. الست لازم تكون ست مع الراجل، لازم انت عرفتي ايه النقطه اللي هو بيحبها، بتشبعي له حرفيا 80% من احتياجاته، فانت لازم تكوني مركزه في الموضوع ده يعني ايه، عشان تساعديه. وحضرتك عرفت هي بتحب ايه، لازم بعد ما يتم اشباعك بشكل كامل جدا، بعد ما تكون سعيد ومبسوط، تحاول تراضي هذه المراه الجميله اللي معاك، حاول بقدر الامكان ان انت تراضيها، تديها على قد ما تقدر من اهتمام، من حب، ومن فلوس على قد امكانياتك. خلاص كده. فاغلب المشاكل اللي هي بتوصلني بصراحه بنسبه، يعني كل الرسائل تقريبا اللي انا فتحتها حرفيا كلها جايه في نقاط تانية خالص، يعني الواحد بيركز على نقاط تانية خالص، تكون بنت ناس، تكون متعلمه، تكون ساكنه في مكان شيك، تكون مش عارفه ايه، وفين الحاجه التانية. بعد كده يروح قايل لي اصل انا اتجوزتها عشان اهلي، اصل انا والدتي، خلاص كده اللي هي اساس المشاكل كلها. جواز صالونات، اتجوزت عشان كذا كذا كذا، دي soon or later هتنهار، الجوازه دي هتنهار، ولو ما انهارتش هيعيشوا تعساء، مش هيعيشوا سعداء ابدا ابدا. لازم نعرف احنا عايزين ايه من علاقه الزواج.
هل الحاجات التانية المستوى والأصل والتعليم كل الكلام ده جميل جدا، ولكن المرتبة التانية، المرتبة الأولى أنا قلت كويس جدا للرجالة بيحبوا إيه والستات بيحبوا إيه. ركزوا يا جماعة على الموضوع ده، ولو أنتوا أوريدي اتجوزتوا خلاص يعني خلاص دخلتوا، فحاولوا بقدر الإمكان إن أنتوا تصلحوا العلاقة دي سواء للست سواء للراجل. الراجل عايز منك حاجة معينة والست عايزة منك حاجة معينة. والله أنتوا لو ظبطتوا الموضوع ده أنا مش هتوصل لي رسائل، انا مش هتوصل لي اي رسائل، مفيش حد هيشتكي حرفيا. يعني اللي هيشتكي ده بقى يبقى شيء ايه شاذ بقى، يعني احنا مش هنشتكي خلاص. اوكي طيب، في حاجه اخيره بس انا حبيت ان انا لازم اضيفها. في بعض الرجال يا جماعه للاسف الشديد هو دخل في علاقات كتيره بقى، يعني ايه يعني بيتقال عليه كده بتاع ستات خلاص كده. الشخص ده يعني احنا بنعتبره الى حد ما ان هو عامل زي يعني ايه عنده ابهينجكايت او عنده ادمان، خلاص اصبح مدمن. هو مستوى الدوبامين عنده، يعني الناس العاديه مستوى الدوبامين بيعلى مثلا شويه وبعد كده بيقل وبيمشي عادي بشكل طبيعي جدا. بعد فتره بيبتدي ان هو عايز علاقه تانية، فايه مستوى الدوبامين بيعلى وهكذا وهكذا وهكذا. الشخص ده للاسف الشديد هو خلاص اعتاد ان الدوبامين بتاعه اللي هو نيورو ترانسميتر دايما عالي، فدايما بيبقى عايز اي حاجه تعمل له اكسايتيشن، دايما بيدور على واحده، عايز يجرب كل حاجه. الشخص ده انا في وجهه نظري ان هو شخص يعني ايه مدمن. اوكي ده يعني انا بصراحه بشوفه دايما او بتعامل معاه ان هو شخص مدمن زيه زي اي حاجه، بس هو مدمن بشكل اخر لابد من علاج. وحضرتك معالجه نفسيه، حضرتك مستشفى او دكتوره او متخصصه في شيء، حضرتك مش كده. اوكي لما تشوفي حد زي كده امشي. اوكي حضرتك مش مطلوب منك انك تعالجي انسان، انت مطلوب منك انك تستمتعي مع الانسان ده، انك تبني حياه جميله مع الانسان ده. لو شفتي شخص بتاع ستات يبقى تنصحيه ان هو يعالج نفسه عشان يعيش حياه طبيعيه، لان برضو الشخص ده لو كان معاه مين مش هيعيش حياه طبيعيه. زي ما قلت لكم كده هو عنده ادكشن، هو عنده ادمان لحاجه زي كده. اوكي نفس الشيء للستات، في ستات دراماتيك. اوكي في ستات مثلا ايه دراماتيك قوي، عايزه يعني ايه عايزه اتنشن دايما، بتفتعل دايما مشاكل على لا شيء، اي حاجه حساسه منها غيوره منها، اي حاجه دي برضو نفس الشيء على فكره. يعني دي عندها غالبا جرح الاب جرح الام، عدم ثقه في النفس، دي برضو خطيره جدا، عندها برضو مشاكل نفسيه. لو انت خلاص انت في علاقه تمام يعني اتجوزتها او كده، فحاول بقدر الامكان ان انت تحل المشاكل بتاعتها، مثلا ثيرابيست او حاجه تقدر هي تصلح من نفسها عشان ما تكونش يعني عشان تكون يعني اكثر حياديه اكثر اتزان في العلاقه. اوكي لو من البدايه برضو تنصحها انها تروح لحد عشان تقدر تعالج ذلك. الانسان لازم يكون سوي، لازم يكون واثق من نفسه، احنا بشر كلنا عيوب مفيش مشكله خالص. انا حد هيقابلني هيحبني زي ما انا تخينه هيحبني زي ما انا رفيع هيحبني زي ما انا اي حاجه هيحبني زي ما أنا. لازم الانسان يبقى واثق من نفسه، لازم برضو ما يضغطش على الطرف الثاني. خلاص كل يوم مشاكل، كل يوم خناقات، كل يوم نكد، كل يوم مش عارفه ايه. برضو المفروض الواحد لازم يركز في حاجه زي كده، يكون الى حد ما حيادي ومتزن عشان العلاقه تمشي بشكل مظبوط. طيب في برضو حاجه اخيره يعني انا للاسف نسيتها بس لازم اقولها لكم برضو. في يا جماعه قوالب للاسف الشديد بعض المجتمعات حطوها لينا، قالب ثابت خلاص كده. الراجل لازم يبقى ليه ستاندردز معينه لازم يقضيها، والست نفس الكلام. الكلام ده يا جماعه يعني دمر يعني حيوات ناس كتيره جدا. اوكي دمر حيوات ناس كتيره جدا جدا جدا. انت شوف الطريقه والوسيله اللي انت تحبها، اللي انت تكون سعيد فيها، وانت انسان ذكي وانت انسان عندك وعي. لازم تعرف ان الطريقه دي مش هتدمرك بعد سنتين 3 ولا بعد 10 ولا بعد 20. اوكي يعني لازم الاثنين مع بعض. انا رغبتي ايه، وهل الرغبه دي هتدمرني على المستوى القريب او المستوى البعيد، وفي اللحظه دي اخد القرار انا فعلا امشي تبعا لذلك ولا اوقف تماما لان فعلا هي فيها ضرر ليا او ضرر لحد تاني. اتجوز بنت عمك، اتجوز ابن عمك، اتجوزوا صالونات، املي للراجل البيت بالعيال. يعني انت مثلا مليتي للراجل البيت عيال، خلاص كده. اغلب الرجاله اصلا اللي انا بشوفها بتهرب من بيتها وتبقى تعيسه، اللي عندهم عيال كتير اصلا، اللي عندهم اصلا عيال كتير. خلاص كده الراجل ايوه عايز يبقى اب وكل حاجه، بس برضه عايز معاه امراه جميله، عايز برضه معاه واحده تشاركه، يتكلم معاها، يضحك معاها، يشربوا مثلا قهوه، ينزلوا يتمشوا، يعملوا حاجات كتيره جميله مع بعض. لما حضرتك تجيبي فريق كوره هتقعدي بقى تغسلي وتاكلي وتشربي، واللي تعبان واللي عيان هو كده هيحس ان انا ورطت نفسي.
فيا أستاذة لازم تركزي دايما على يعني سيبك، أنا عارفة طبعا إن في كتير من المجتمعات للأسف الشديد بيبقى فيه يعني معلومات كتيرة مغلوطة بتسبب تعاسة الأفراد، وللأسف بيفرضوها على الأجيال اللي بعدهم والأجيال اللي بعدهم وهكذا وهكذا وهكذا. إحنا عايزين إن إحنا نفك بقى العقد دي كلها، نشوف كده الطرف التاني بيحب إيه، أنا إزاي هعيش سعيدة وأعيش على هذا الأساس. تصلف المجتمع، والله العظيم المجتمع ما هيرضى عليكم، لو عملتوا إيه مش هيرضى، لو مشيتوا على ايديكم بدل رجليكم، شوفوا مشيتوا على ايديكم مش هيرضى عنكم. في كل العالم كده، المجتمعات في العالم كلها كده، في الغرب وفي الشرق وفي كل مكان، المجتمع عمره ما هيرضى عنك، ولو رضي هيرضى فترة صغيرة ومستني لك الغلط، أول ما تغلط هيروح حاطط عليك قولا واحدا. فاعمل الشيء اللي يرضيك، اعملي الشيء اللي يرضيكي، خلاص كده، بدون ضرر لا لنفسك ولا ضرر لحد تاني. القوالب الحديد اللي اتعملت في بعض المجتمعات هي سبب هزيمة الإنسان داخليا، سبب تعاسة هذا الإنسان. في جزء منها صح أو يتناسب مع بعض الأشخاص، وفي برضه جزء لا يتناسب معاه. فشوف حضرتك أو حضرتك الشيء اللي انت تفرحي بيه، الشيء اللي انت تبقى سعيد بيه وراضي عن حياتك، وحاول ان انت تحققه بعيد عن تقييم المجتمع. وطالما ما بين شريك حياتك أو شريك حياتك فكل حاجة تبقى كويسة، كل حاجة تبقى سعيدة، ده هيخليك تبدع في حياتك، هيخليك خارج للناس مبسوط وسعيد. والمشاكل الكبيرة اللي قد كده هتعرف تجيب لها حل، هتعرف تتحملها، هتعرف تعديها، مش هتسبب لك صدمات، هتبقى مبسوط مع الناس، مع عيلتك، مع أولادك، مع غيره مع غيره مع غيره. أنا كده خلصت الفيديو بتاعي. أنا دكتورة سيلين، تابعوني لو حابين كل يوم تسمعوا معلومة طبية علمية نفسية واجتماعية أكيد هتغير حياتنا للأحسن.